الإخوان، فقط للتنبيه، هذا مربي الماشية كينبهكم أنكم ما تشريوش اللحم ديال الغنمي اللي كانوا كيوجدوه لهاد الأضحى، والسبب غتعرفوا علاش. لأن الأمر عنده علاقة بواحد الإبرة كيدقوها للماشية بشهرين قبل العيد الكبير، ونظرا لإلغاء شعيرة أضحية العيد فرا مربي الماشية ولاو كيخرجوا داك الماشية كيبيعوها اللي هي أصلا داقين ليها الإبرة، وهاد الإبرة اللي داقين الماشية جد خطيرة على الإنسان. سمعوا مزيان شنو غادي يقول هاد مربي الماشية وبارطاجيو المعلومة مع أحبابكم وأصحابكم باش تعمل فائدة. الاخوان، غير باش نزيدو ناكدوا الهضره اللي قلنا لكم قبيله على قبل اللحم ديال الغنمي. اللحم ديال الغنمي ها شنو كندقوه هاد الايامات الخروف ديال العيد اللي غادي تذبح في هاد الوقت. داكشي علاش كنقول لكم الاخوان من الاحسن تبعدوا منه هاد الوقت هذا، من بعد راه كولوه ماشي مشكل. اللحم ديال الغنمي اللي غادي يخرج اغلبيه مدقوق ليه هاد البرا، هاد البرا بعدا كتدق بزاف، ومن غير راه كاينين بزاف ديال البراوات كيدقوا. هادي سميتها شوطابين. هاي ديلي داطونت، يعني الا دقيناها لشي خروف ولا شي بهيمه عامه ها شنو نتسناو. بالنسبه للحليب، باش نشربوا الحليب ديال هذيك ديال البقره مثلا خاصنا نتسناو 5 ايام ولا 10 الحلبات. هي 5 ايام عاد كنحلبوا البقره 2 مرات في النهار. بالنسبه للحم هنايا كاتبين بوفان، وبالنسبه للبوفان بحالو بحال الاوفان، بحال الغنمي والبقري بحال هادشي اللي كيقولوا البياطيره. كتسنى 64 يوم عاد كتاكل اللحم ديالو. حنا كندقوه مثلا بحالي انا كندقو تقريبا 4 شهور و10 ايام قبل من العيد، وعاوتاني كنعاود ندقو مورا شهر قبل من شهرين وسيمانه قبل من العيد. فهمتوا؟ يعني كيوصل العيد كيوصل ما بقاش الدواء كاع في الخروف، يعني يمكن ليه يتكال. ولكن في هذا الوقيته راه بنادم راه دق هاد الدواء راه مدقوق، يعني راه باقي في اللحم ديال البهايم. انت غتاكل اللحم راه غتاكل هذا صافي. نقطه العوده الى السطر. هادشي ما غيحتاجش تفسير اكثر، حيتاش غير باش نزيدو نشرحو، حيتاش بنادم بعض المرات كيقول راه غير بنادم باغي يدوي، وراه هادشي اللي كاين. واخا هادشي راه ماشي في المصلحه ديالنا، حيتاش اصلا اللي باغي يخرج غنمو راه غيخرجها واخا بالخساره غيخرجها دابا. هذا ما كان، اعانكم الله.